السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. متابعي صفحة الكابتن حبشي الأهلاوي، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. طبعا امبارح فرحنا واحتفلنا، النهارده هنتكلم في شوية فنيات. معظم جمهور النادي الأهلي كان زعلان إن شكلنا وحش وإن الترجي كان ماسك الكرة علينا، وإحنا النادي الأهلي وإحنا المتعودين إن إحنا خاصة لما بنلعب في ملعبنا إحنا اللي بنمسك الكرة على أي فريق، وإحنا اللي بيبقى لنا الأفضلية ولينا السيطرة. طيب مستر كولر عمل كده ليه؟ هو كان في إيده إن هو يمسك الكرة عليهم، بس هو مش عايز يملكهم الاسلوب اللي هو شافهم عليه في الماتشات الاخيره، وخاصه بعد دور المجموعات. ده الاسلوب اللي هم بيلعبوا عليه، بيلعبوا زون ديفنس وبيلعبوا على المرتده وعندهم سرعات بسبب يانساس والمهاجم بتاعهم البرازيلي. طبعا لو انت مسكت الكرة عليهم هيروح عليك بمرتدات، واحنا عندنا مشكله في المرتدات دي. يعني احنا اصلا عندنا مشكله في المرتدات دي. لو انت ملكتهم الكوره واحنا كلنا بقينا ورا الكوره، هم مش هيقدروا يخترقوا النادي الاهلي ولا يقدروا يوصلوا لمصطفى شوبير زي ما شفنا امبارح. فعلا ما قدروش يوصلوا، يعني كانوا ماسكين الكوره بس بسلبيه. بس يعني احنا لو اللي زعلانين منه ان احنا رحنا بكورتين ثلاثه مرتدات ما قدرناش ان احنا نخلصهم، لان حسين الشحات ما كانش في حالته، وسام ما كانش في حالته، ولا بيرسي تاو. انما جمهور النادي الاهلي لازما يفرح ولازما يحط في دماغه ان النادي الاهلي معاه جيل ذهبي. يعني لو هنقارن الجيل ده بالجيل اللي فات، جيل بتاع بركات وبتاع عماد متعب والكلام ده، لا احنا الجيل الحالي بصراحة كأرقام اعلى من الجيل دوت بكتير. انما كفنيات طبعا الفنيات كانت عند الجيل اللي فات طبعا كانت اعلى. انما الجيل الحالي جيل ذهبي وجيل محترم جدا وكلهم رجاله. يعني ان انت تقدر في 5 سنين توصل ل5 نهائيات وتاخد 4 بطولات افريقيا في ال5 سنين، ده ما افتكرش ان هي ممكن تتكرر تاني مع الاهلي حتى مع اي جيل جاي. فلازم جمهور الاهلي يفرح